صباح الخير، أنا فايزة عبد الله. هنعمل سلطة خضروات خطيرة. هنبدأ دلوقتي مع بعض. شايفين شكل الخضروات؟ شكل كده يشرف كده على السفرة. هنعملها ونحطها في طبق، احنا اللي هنعمل شكل الطبق نفسه. كل ما الخضروات تبقى فيها ألوان كتيرة كل ما الفوائد بتاعتها بتبقى أكتر. هنعمل سلطة الخضروات الخطيرة دي، وهنعمل سلطة كول سلو. مش هقول بتاعت مطاعم لأن هي أحلى من بتاعة المطاعم. من غير ما أطول عليكم هنبدأ دلوقتي مع بعض. معانا الكابوتشا، معانا الفلفل الألوان اللي كله فيتامينات، معانا شيري توميتوز، ولو مش متوفرة الشيري توميتوز ممكن تحطي الطماطم. معانا الفاصوليا الحمراء، ومعانا الذرة الصفراء، واي خضروات عندك ممكن تحطيها. وعلى فكرة دي ممكن حتى تتاكل اللي عامل دايت. هي صحية جدا لانها كلها خضروات، وهنحط عليها زيت الزيتون والدريسنج بقى بتاعها. بس هنبدأ دلوقتي نعمل الطبق اللي احنا هنحط فيه السلطة. معانا العيش التورتيلا او عيش الصاج، هناخد طبقتين كده مع بعض. ومعانا القالب او الفورمة اللي هي دي بتاعت الرز، هنحط واحدة الأول ونحط عليها، نحطها في قلب الطبق بالشكل ده أو قلب القالب، وتقعدي من جوه كده تحطي ايديكي بحيث ان انت تقعدي تضغطي فيها، تعملي اشكال كده بيها من الجناب زي كشكشة. طبعا البنات اللي بيتفرجوا عليها هيفهموا انا اقصد ايه شكل الكشكشة كده من الجنب، بحيث ان انت تديها شكل الطبق. وهحط الطبق التاني عليها، اضغط عليها بيها عشان ناخد الشكل بتاعها. طبعا انا عندي الفرن شغال يبقى سابق التسخين، عشان احنا عايزين نخليه يجمد او يتحمص بمعنى اصح. بصوا الشكل بتاعها. انا كده هحطه في الفرن. نبدأ بتقطيع الخضروات. معانا الكرنب اللي هو الموف او اللي هو كل ما الخضروات بتبقى غامقة كمان فيها فوائد، اللي هي الموف دون او الاحمر. هنقطع كده الكرنب بتاع السلطة، هنقطع رفيع قوي، وبعدين نقطع من الجنب تاني بحيث ان هو يتقطع قطع صغيرة. لو انتي حابة ان انتي تفرميه في كبة مفيش مشكلة، بس انا ما بحبهوش متقطع قوي رفيع. معانا الكابوتشا. طبعا الخضروات انا حطاها مغسولة ومحطوطة في خل الاول 3 دقايق، وبعدين صفيتها زي ما احنا شايفين كده. قطعت الكابوتشا احطها على جنب. معانا الفلفل الالوان هقطعه سلايز كده، عارفين طبعا ان هو كله فيتامين سي. وقطعت برضو الاصفر كده، هنحطهم على جنب. معانا الفاصوليا الحمراء، لو هي جايباها العلب يفضل طبعا ان هي تتشطف كويس قوي لانها بتبقى في مواد حافظه. الذره الصفراء لو انت جايباها برضو علب نفس الحكايه. نقطع الخيار بالشكل ده. الذره طبعا هقولك معلومه، لو انت حابه تجيبي الذره الصفراء ممكن بتتباع هي اطباق كده بتتسلق وعلى طول تروحي مقطعاها، تبقى حلوه جدا، طعمها حلو قوي وكلها فوائد. طبعا هنقلب كده الخضروات كلها مع بعض. لما نكون عايزين نعمل الدريسنج بتاعها بنخليه الاخر ساعه التقديم، تحطي الدريسنج بتاعها. حطيت كده الشيري توميتوز، تتقلب الخضروات كلها. هبدأ دلوقتي في الكول سلو. معانا الجزر، جزرايه واحده او حسب الكميه اللي انت هتعمليها. جزرايه هبشرها طبعا الاول، هقشرها وبعدين ابشرها. انا ببشرها مش بالمبشره عشان ما تبقاش قطعه صغيره، برضو بالمبشره يعني اللي هي مكنه كده عشان تتقطع سلايس كبير شويه زي ما شايفين كده، وممكن بالمبشره. بصوا انا طلعت الطبق اللي هو العيش، بصوا الشكل بتاعه، بس لازم تطلعيه بالراحه قوي عشان ما يتكسرش، يعني عشان تحافظي على نفس الشكل بتاعه. وبعدين اتحمص. بصوا الظهر بتاعه انا بوريكي الشكل بتاعه من تحت بحيث ان هو يبقى متحمص عشان السوائل اللي في السلطه ما تخليهوش ان هو يطرى. هنبدا نعمل الدريسنج بتاع السلطه اللي هي الخضروات. حطيت ليمون، حطيت دبس رمان، معانا الخل معلقتين خل، حطيت زيت زيتون، حطيت فلفل اسود، ذره ملح، وتقلبيها كويس قوي. وبيتحط ساعه الاكل بس. بصوا اللي عملت انا الطبق التاني، ودي كده سلطه الكول سلو. نبدأ نقدمهم كده بالشكل الخطير ده. كول سلو لو انت حابه تحط لها بصل، بس انا ما بحبهاش فيها بصل الحقيقه. هي كده طعمها حلو جدا، مش هنقول بتاعه مطاعم، لا احلى. كده انا بحط الدريسنج بتاع السلطه. بصوا خطيره الحقيقه، طعمها تحفه. بصوا ده الشكل بتاعهم النهائي، حاجة شيك كده تتقدم على السفرة في منتهى الشياكة وطعم وفايدة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتبعتولي رأيكم في الكومنتات. ولو محتاجين أي حاجة تاني أنا أعملها لكم قولولي إيه اللي محتاجينه عشان وأنزله لكم. وإلى اللقاء.